السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا الجو ده مش محتاج حاجة غير اننا نشغل الفرن ونعمل كده شوية قرص طرية فلاحي. بس هنعملها بقى من غير حليب ولا قشطة ولا سمنة، نعملها كده بالزيت، خفيفة وهشة جدا جدا وطرية جدا جدا. فتابعوا الفيديو الاخر وان شاء الله هيعجبكم جدا وهتجربوه على طول، لان مقاديرها تقريبا موجودة في كل بيت. يا رب كده الفيديو يعجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو اول مرة بتشوفوني، وسيبولي كده كومنت بالصلاة على النبي. ويلا بينا نشوف الفيديو مع بعض. اول حاجة كده احط كوباية من المية الدافية، تقدري تستبدليها بحليب لو حابة. هحط عليها 3 معالق كبار مليانين من السكر اللي هو الحبيبات العادي. هحط عليها ظرف من الخميرة، يعني معلقة كبيرة من الخميرة الفورية. نقلبهم كده كويس مع بعض بحيث ان السكر والخميرة يدوبوا معايا الاول، وبعد كده نضيف بقية المكونات. بعد كده هضيف نص كوباية كده من الزيت، تقدري تستخدمي زيت على سمنة او زيت على زبدة. انا حطيت بس مكعب صغير من الزبدة، لكن تقدري تستغني عنه. حطيت عليها نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر ومعلقة كبيرة من الخل، دول بيعملوا زي محسن طبيعي كده للعجينة. حطيت كمان ربع معلقة صغيرة من الملح، واقلب كده كل المكونات دي كده مع بعض كويس جدا. وكده الدنيا خلاص بقت معانا تمام، مفيش حاجة ناقصة غير الدقيق. تمام. الاول ممكن تحطي هنا سمسم، انا حطيت هنا معلقتين كبار من السمسم، تقدري تستغني عنهم طبعا، وتقدري تستبدليهم بكمون او شمر او ينسون لو انتوا حابين. تمام. هبدأ بقى انزل بالدقيق. المقادير دي بالظبط بتاخد 3 كوبايات من الدقيق، من الكوبايات اللي هي المعيارية. وطبعا لازم ننخل الدقيق، بس احسن كمان تنخلي الدقيق مرتين او 3 زي ما تحبي. بعد كده ببدأ اقلب العجينة بالمعلقة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بحيث ان هي تلم معايا الاول بالمعلقة، وبعد كده ابدأ اعجنها بايدي. وعشان في بنات كتير صغيرة ما بتعرفش تعجن العجينة، قررت اسيب العجينة من الالف للياء. هعجنها معاكم دلوقتي بحيث اقول لكم ازاي العجينة تتلم معاكم وتتعجن كويس جدا جدا، وكمان ما تلزقش كده معاكي في الطبق اللي بتعجني فيه، وتلميها كده وكأن الطبق نضيف. هقول لكم كده بالتفصيل، وطبعا لو انتوا اساتذه كده في العجين ممكن تجروا المقطع ده. تمام. دلوقتي انا ببدا اعجن بايدي زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما شلت المعلقه ونضفتها ببدا اعجن بايدي كويس جدا. وانا بعجن كده ببدا الم الحواف اللي موجوده على الحيطه بتاعه الطبق زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. تمام. اعجن شويه والم بشويه اللي موجوده على الحواف بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بالظبط. تمام. لحد ما العجينه تبقى كوره كده واحده معايا، ويبقى الطبق كده معاكي نضيف وكأنه ما اتعجنش فيه اصلا. زي ما انتوا شايفين كده واحده واحده هتلاقوها لمت معاكم. طبعا من اهم الحاجات ان يكون المقادير معاكي مظبوطه بالظبط، يعني ما نكونش حاطين مقادير كده بالبركه. تمام. لازم تكون المقادير كده مظبوطه معاكي، وتكوني واخده كده المقادير من حد بتثقي فيه بحيث ان العجينه تطلع مظبوطه معاكي. تمام. طب لو لقيتي العجينه بتلزق معاكي بزياده ومش بتتلم زي ما هي اتلمت معايا كده بسهوله، تقدري تضيفي كده معلقه في معلقه من الدقيق لحد ما تتلم معاكي. بس انصحك طبعا ما تزوديش الدقيق زياده عن اللزوم، بحيث العجينه تفضل طريه معاكي ولما تستوي يكون المعجنات بتاعتك طريه. تمام. لو لقيتوا العجينه بقى ناشفه زياده ومفروله كده والدقيق فيها زايد، تقدروا تضيفوا كده شويه صغيرين من الميه، برضو واحده واحده لحد ما العجينه تستكفى معاكي كده من الميه وتلاقيها لينه، وفي نفس الوقت ما بتلزقش في ايدك بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا كده انا عجنتها، انا طبعا مسرعه الفيديو لكن ما فصلتوش خالص معاكم، العجينه من الالف للياء معجونه في الفيديو. تمام. بعد ما عجنتها حوالي 5 دقايق ولميتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هبدأ بقى كده احطها في الطبق واحطها عليها من فوق مسحة كده من الزيت، بحيث ان هي ما تلزقش في الكيس اللي انا هغطيها بيه. تمام. دهنتها كده دهنه خفيفه من الزيت بايديا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهغطيها بكيس كده او ورق اللي هو الورق الاسترتش دوت، وهنسيبها تخمر حوالي ساعه لان الجو شتا طبعا. تمام. طبعا في الصيف ما بتاخدش وقت خالص، ممكن نص ساعه وتلاقيها خمرت معاكي، لكن عشان احنا في الشتا فهنسيبها تاخد راحتها كده حوالي ساعه بالظبط. تمام. بعد ما تختمر معايا، انا سبتها حوالي ساعه او ساعه الا ربع كده، كانت اختمرت معايا بالشكل ده كده. هتلاقوها ملت الطبق وتضاعف حجمها، تعرفوا كده ان هي اختمرت معاكي. تبداي دلوقتي تهبطي التخمير زي ما انتوا شايفين كده، ونبدا نشكلها على طول. بعد كده نيجي لمرحله التشكيل. بشكل كده في صواني، يفضل طبعا الصواني تكون ألمونيوم، بتكون جيده التوصيل للحراره، بتسوي معاكي المعجنات حلو جدا. بندهنها كده بالزيت او السمنه، او بنحط فيها كده ورقه من الزبده، بس تكون ورق زبده كويس وما بيلزقش فيه الحاجه.
وبنبدأ كده نشكل ونحط عليها زي ما انتوا شايفين كده. باخد كده كرة وبحاول كده اوزن بايدي بحيث ان الكور تبقى كلها قد بعض متساوية، واقفلها من تحت كويس جدا زي البقجة بالشكل ده كده. ممكن ادهن ايدي حاجة خفيفة من الزيت بحيث ان العجينة من فوق يبقى السطح بتاعها املس كده معايا. تمام، وبلمها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده واقفلها كده كويس، واحطها في الصينيه على الجنب اللي متقفل منه ده يكون لتحت. تمام. طبعا تقدروا تحشوها عجوه او تقدروا تحشوها جبنه زي ما انتوا حابين. تمام. لو هتحشوها جبنه يفضل يكون نوع جبنه من الجبن الحادقه زي الجبنه البراميلي او الاسطنبولي، بحيث ان لما تدخل معاكي الفرن بتفقد جزء من الحدوقه بتاعتها في العجين. تمام، فتبقى القرصه معاكي ليها طعم. تمام. طيب لو عاوزين تحشوها عجوة بتجيبوا العجوة اللي بتكون متسيحة او عجينة من عند العطار، وبتحطوا عليها كده معلقة من السمنة او معلقة من الزيت، وبترفعوها على النار بحيث ان هي تسخن معاكم وتطرى. بعد كده بعد ما تهدى بنعجنها بايدينا كويس ونعملها كور، ونبدأ نحشي بيها القرص بتاعتنا. تمام. وطبعا هتلاقوا قائمة تشغيل كاملة عن المعجنات على القناة، فيها كل الانواع، يعني جميع انواع القرص اللي تحبوها، بالعجوة بالجبنة، هتلاقوا الترسة، هتلاقوا البقسماط، هتلاقوا جميع المعجنات اللي تحبوها. هسيب لكم اللينك بتاعها في اول تعليق تحت الفيديو. بعد ما شكلت الكمية كلها عملوا معايا 21 قرصة زي ما انتوا شايفين كده، يعني كمية حلوة جدا من 3 كوبايات دقيق. تمام. هبدأ بقى دلوقتي ابدأ اضغط عليها بالشكل ده كده. بعد ما خلصت التشكيل وغطيتها كده 5 دقايق، بدأت كده اشيل الاكياس من عليها، وببدأ يعني اضغط عليها كده بايديا. هتلاقوها بتنزل كده معاكم بسهولة، لان العجينة ناجحة وكمان خمرانة كويس جدا. تمام. طبعا انا مسخنه الفرن في الوقت دوت على درجة حرارة 200. تمام. وبحط الصواني في الرف اللي في منتصف الفرن بايد الفرن من تحت بس لحد ما تحمر، يعني تستوي كده معايا من تحت وتاخد كده معايا اللون الذهبي. وبعد كده ببدأ اشغل لها الشواية من فوق تاخد برضو معايا لون ذهبي من فوق. ممكن نرشها كده برشة من المية وهي في الفرن عشان تحافظ على الطراوة بتاعتها. تمام. زي ما انتوا شايفين كده بعد ما استوت ما بتاخدش وقت خالص، حوالي ربع ساعة بتكون استوت معاكي، حلوة جدا جدا. طبعا اول ما تخرج من الفرن غطوها كده بفوطة كويسة، طبعا بخها الاول ببخاخ من المية زي ما انتوا متعودين معايا، وبعد كده بغطيها بفوطه، وفوق الفوطه بغطيها بكيس وبسيبها لحد ما تبرد تماما، لحد ما عشان تحتفظ معايا بالطراوه بتاعتها. تمام. تلاقوها طريه جدا وحلوه جدا، واحلى من اللي بتتباع عند الفلاحين، واحلى كمان من اللي معموله بسمنه وزبده. فجربوها وان شاء الله هتعجبكم جدا. يا رب الفيديو يكون عجبكم استفدتم منه. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، وتعملوا شير للفيديو مع اصحابكم وحبايبكم، وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم مني كل فيديو جديد. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ومع الف سلامه حبايب قلبي.